دي نورة بتفتح الشات للمرة الألف، بتشوف آخر ظهور كان إمتى، قلبها بيدق بسرعة أول ما بتشوفه أونلاين، وبعدها بيقف لما تلاقيه ما بيردش عليها أو بيرد بكلمة ورد غطاها. هي مش مراهقة، دي ست عاقلة وناجحة، ويمكن بكرة عندها شغل مهم هتديره بمنتهى القوة، بس دلوقتي قدام الشاشة دي حاسة إنها صغيرة قوي وضعيفة قوي، وبتسأل نفسها السؤال اللي بيوجع: ليه أنا؟ ليه كل مرة بختار الشخص اللي يخليني أحس الإحساس ده؟ ليه بسيب الراجل اللي شاري خاطري وبجري ورا اللي يبيع ويشتري فيا؟ الكومنتات والمسجات اللي جات لي على الفيديو اللي فات بتقول إن الأغلبية في نفس المركب، وجع واحد، سيناريو واحد، بس بيتكرر بأسماء مختلفة. النهاردة هنفهم ليه قلبك مصر يمشي في طريق كله شوك، وإزاي تخلي عقلك هو اللي يسوق المرة الجاية قبل ما تخسري آخر حتة سليمة فيكي. عارفة لما تقولي لي أصل بينا كيميا رهيبة، خليني أصدمك وأقولك إن 90% من اللي بتسميها كيميا دي هي في الحقيقة استجابة صدمة. أنت مش بتحبيه هو، أنت أدمنتي الحالة اللي هو بيعيشك فيها. جسمك ودماغك اتبرمجوا من زمان، يمكن من طفولتك، من طريقة حب بابا وماما، أو من أول علاقة دخلتيها، أو من مسلسل حتى. اتبرمجتي على إن الحب لازم يكون فيه دراما. الحب في قاموسك القديم يعني قلق، سهر، انتظار، لهفة بتوجع البطن، وبعدين جرعة اهتمام صغيرة تخليك تطيري من الفرحة، وبعدين اختفاء تاني. الطلعات والنزلات دي بتخلي مخك يفرز كوكتيل هرمونات، ادرينالين وكورتيزول ودوبامين، والحاجات دي اقوى من اي مخدر. علشان كده لما بتشوفي شخص توكسيك قلبك بيشمه تقريبا ويقول هو ده اللي هيعيشني الجو اللي انا عاوزه بالظبط. وعلى العكس لما بيجيلك راجل طبيعي، راجل واضح، ما بيعرفش يلعب بمشاعرك، جسمك مش بيفرز الهرمونات دي، فبتحسي بايه؟ بملل، وتقولي عليه مضمون زيادة عن اللزوم، ما فيهوش سنس، بارد. الحقيقة يا نورة هو مش بارد، هو آمن، وانت اللي جهازك العصبي ما بيعرفش يشتغل في الأمان. انت متبرمجة تشتغلي تحت ضغط حتى في الحب. نيجي بقى للنقطة اللي بتوجع الستات الأقوياء بالذات. انت متعودة تكوني حلالة للعقد، اللي بتشيلي المسؤولية، اللي بتنقذ الموقف. فلما بتدخلي علاقة من غير ما تحسي بتدوري على مشروع مش حبيب، بتدوري على راجل فيه مشكلة، راجل مكسور، غامض، متعدد العلاقات، أو عاطفيا مش ناضج. ليه؟ علشان عقلك الباطن بيقولك أنا هصلحه، أنا بحبي وصبري هخليه يبقى احسن نسخة من نفسه، وساعتها هيحبني زي ما محدش حبني قبل كده. دي اكبر كذبة انت عايشاها، دي اسمها متلازمة المنقذ. انت بتدي، بتضحي، بتيجي على نفسك وتبرري تصرفاته المؤذية، وهو بياخد كل ده وبيزيد انانية. انت فاكرة ان ده عطاء وحب، بس الحقيقة دي برمجة جواكي بتقول انا لازم اتعب واتشحطط علشان استاهل الحب. انت مش محتاجة تصلحي راجل، انت محتاجة تصلحي الطفلة اللي جواكي، اللي خايفة انها لو بطلت تدي هتتساب. طيب الوجع ده اخره ايه؟ هنفضل نلف في الساقية دي لحد امتى؟ ما هو فك البرمجة دي مش سحر، ده تمرين يومي ومحتاج منك شجاعة. الخطوة الأولى: احذري من الشغف السريع. من النهاردة أي راجل تحسي معاه من أول مقابلة إن قلبك هيقف وإنك مش على بعضك، ديلك في سنانك واجري، لأن دي مش علامة حب، دي علامة خطر. ده الرادار القديم بتاعك لقط الفريسة المعتادة. الراجل الصح بيدخل حياتك بهدوء، والارتياح معاه بيتبني طوبة طوبة. الخطوة التانية: صاحب الملل. لما تقابلي شخص محترم واضح وبيعاملك بما يرضي الله وتحس انك زهقانة، اوعي تمشي، اقعدي مع الزهق ده شوية، قولي لنفسك انا مش زهقانة، انا بس جسمي بيتعود على الهدوء اللي عمره ما جربه. دي مرحلة انسحاب السموم من جسمك. اصبري والملل ده هيتحول لأمان انت محتاجاه اكتر من اي حاجة. الخطوة التالتة: احرقي الكتالوج القديم. هاتي ورقة وقلم واكتبي كل الحاجات اللي كنت فاكراها حب، تحكم، الانتظار، التبرير، الشك. احرقي الورقة دي واكتبي كتالوج جديد. الحب يعني راحة بال، يعني ثقة، يعني حد موجود في الوحش قبل الحلو، يعني حد بيحترم لأ بتاعتي قبل واللي ما يحترمش لأ بتاعتك يبقى كان موجود لغرض في دماغه، وده ما يتزعلش عليه لو مشي. الخطوة الرابعة: بطلي تكوني الأم. انت مش ماما، مش دكتورة نفسية، ومش مركز تأهيل. لو الراجل محتاج يتصلح يروح لمتخصص. دورك في العلاقة انك تكوني شريكة، بتدعمي بس مش بتشيلي الشيلة لوحدك. لو لقيتي نفسك بتبذلي 80% مجهود وهو 20%، دي مش شراكة، ده استغلال. عارف ان الكلام تقيل ويمكن بيوجع اكتر من السكوت، بس انت تستاهلي انك تفوقي. انت غالية قوي عشان تضيعي عمرك في محاولة اثبات قيمتك لشخص مش شايفها اصلا. البرمجة دي مش قدرك، دي مجرد عادات قديمة، والعادات بتتغير. المرة الجاية لما قلبك يدق للشخص الغلط فكري بعقلك وقولي له شكرا، جربنا السكة دي قبل كده وعارفين اخرها. استني الحب اللي يجي يطبطب على قلبك، مش اللي يجي يعصره. لو حسيتي ان الكلام ده لمس وجع حقيقي جواكي، يبقى دماغك بدأ يفوق قبل فوات الاوان، لان عقلك بيشتهي الحقيقة.